السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ بصوا بقى، أنا جبت لكم النهارده في فيديو مختلف شوية. في كتير يعني كنت كاتبة في تعليقات واحدة بتسأل يا جماعة الفنكوش. طبعا الفنكوش ده حاجة نفس فصيلة الفشار، يعني حاجة مدية على فشار كده، بس هو أحلى على فكرة. ففي ناس يعني هو أصلا بيتعمل ازاي؟ في زيت غزير، يعني بتحطيه في زيت يسخن، الزيت تحطيه هتلاقيه بقى حاجة كبيرة جدا زي الفشار كده لما بيكبر. فأنا بقى طبعا انتوا عارفين أنا بحب أخترع، فقلت لا، طب ما هو أصلا كده ازاي يتاكل وهو كله زيت؟ مش هينفع يتاكل للأولاد لأنه مش صحي عشان نسبة الزيت فيه عالية جدا. فقلت لا، طب أنا هجربه. جربته يا جماعة في الميكرويف، يا لهوي على الجمال. ففي حد كان بيسأل في تعليقات في جروبات تانية مش جروبي صراحة، محدش يعرف طريقة للفنكوش غير اللي ده. قلت لها لأ، طب تعالي بقى بصوا بقى، أنا كتبت طريقة إن هو بيتعمل في الميكروويف طريقته كذا كذا. والله العظيم لقيتكم، يعني لقيتهم سابوا صاحبة اللي منزلة الفيديو وجولي أنا. وأنا والله يعني أنا بعلق بالكومنت بتاعي، يعني عادي، مش بأي حاجة يعني. فرحت قلت لهم بصوا ده بيتعمل كذا كذا وحطوه. والله الكلام ده كان من أسبوعين لحد امبارح بيجي لي إشارات لو سمحت قولي لنا تاني ازاي، لو سمحت. فقلت طب خلاص، ليه بقى ما دام الموضوع كده طلع كده، اطلع واوري الناس ويعرفوا ان ازاي بيتعمل. تعالوا هنا النهارده هقول لكم بقى الفنكوش ده بيتعمل ازاي. الفنكوش ده اول حاجه بيتباع عند العطار، يعني الحبه اللي انتوا شايفينهم دول ب5 جنيه، بصوا 5 جنيه الحبه دول. تمام كده. انا هعمل ايه؟ بصوا بقى يا حلوين، انا عندي البخاخه بتاعت الزيت اهي، بخاخه الزيت، البخاخه دي روعه، يعني بصوا روعه يعني. هرش كده رشتين اهو زي ما انتوا شايفين، وهجيب بس ثانية معلقة. شوف، اقلب كده اخلي الزيت كله يعني الاقي كله يتغلف معايا بالبختين الزيت دول. شايفين؟ شايفين؟ يلا بينا نروح بقى على الميكروويف ونشوف. بصوا يا جماعة، انا كده خلاص تمام، حطيته في الميكروويف. هديله 1 2 3 تكات. بصوا بقى، هيفضل بقى يشتغل. انا عايزه اوريكم بس طبعا عشان البوست مش هتشوفوا. بصوا هيفضل بقى يلف كده لحد ما يعمل. بصوا هو خلاص اهو فصل. تعالوا بقى نفتح مع بعض. بصوا، بصوا، شايفين؟ شايفين؟ بصوا، ها، تعالوا تعالوا بقى اطلعه لكم. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ بصوا الفنكوش، استنى اقرب لكم بس الطبق. بصوا، بصوا، ولا زيت، هي بخت زيت وصفوا. والله ما في حاجة حصلت من ورا الفيديو، كل حاجة صفوا. بصوا، ها، شايفين؟ ها، بصوا بقى دي، بصوا اللي شبه الشيبسي. شايف؟ ها، سامعين القرمشة؟ اتفضلوا، يعني ده اللي عايز ياكل منه من الدايت ياكل منه، لانه معلوش اللي هي رشه اللي انا رشيتها. تمام، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه، روعه. انا بعمله على طول للاولاد في الميكرويف، بيطلع جميل 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 جميل. انا قلت اطلع يعني حاجه عارفاها اطلع افكوا بيها، بدل ما ناكل الاولاد زيوت وحاجات. ليه يا جماعه؟ الفنكوش اهو ده بيتباع عند العطار. قولوا له انا عايزه فنكوش في الوان اللي هو زي كده، وفي ساده. انا ساعتها ما كانش فيه الا الساده. قالوا لأ أنا عايزة الفنكوش فيه ب5 جنيه وب10 جنيه زي ما أنتِ عايزة، الحبة دول ب5 جنيه. جربوه يا جماعة، وكل واحد بقى حسب الميكروويف بتاعه. أنا في الميكروويف بتاعي أخد 4 دقايق بالضبط، 4 دقايق. كل واحد حسب الميكروويف بتاعه، طبعًا مش هاقدر أحكم. أول ما تلاقيه طلّع معاكِ النتيجة دي يبقى هو كده تمام التمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وأكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، وأشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.